يعطيكم العافية يا رب. اليوم إجا لعندي أخي، إجا من درعا يزورني وشربنا قهوة، وسألته شو بدك تاكل؟ قال لي جناحات مقلية مثل البروستد. غسلتن ونشفتن وضفت لهم ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، بصل بودرة، توم بودرة، زنجبيل، هيل، رنفل، وشو كمان أوريغانو وكزبرة ناشفة. شو عنكن بهار حطوا، الدجاج بحب البهارات، وبشر ليمونة وفنجان من الخل. وهيك كان عندي شرائح ليمون كمان عصرتن، وهيك عملت لهم تدليكة. هلأ فيكن تحطوا معهم كاسة مي وتتركوهم ليلة كاملة. أنا تركتهم شغلة 3 ساعات، وهون حضرت الخليط الجاف: طحين وملعقتين نشا وكركم وملح وبيكنج باودر وفانيليا، ملعقة صغيرة بملعقة صغيرة، وهيك كم نقطة مي على الطحين مشان يعطي حرشة في الدجاج. أول شي بدك الجناحات بالطحين، بعدين بمي باردة ما عليها شي برجع بدكن بالطحين وبرصرص عليهم كتير منيح مشان يلزق الطحين فيهم، وبنفضن ودغري بقليهم بزيت حامي وغزير. رح أقليهم مرتين، أول شي شغلة 5 دقايق وبرجع بيمن من الزيت وببردن، برجع بقليهم قلية تانية شغلة 3 أو 4 دقايق. وهي النتيجة النهائية، طعمتهم كانت بتشهي، كتير طيبين. والمساء رحت على المشتل مشان جيب حواض للزريعة. مثل ما بتعرفوا أنا آخدكن مشوار قبل بمرة واشتريت زريعة، وهلأ ناقصني حواض، بس طبعا ما قدرت قاوم، أخدت زريعتين. وأخذت زنزونة معي حبيبة قلبي. منظر الزريعة غير شكل، والهوا كان كتير حلو، الجو كان بجنن. وصورت لكم شوي من الزريعة. مين إله مرق بالزريعة؟ وهون هي الوردة كتير بحبها، اسمها شاشات. أعطوني وردة على البيعة لأني زبونة صرت. هذا الشاب اسمه زكريا كتير محترم، ساعدني. قلت له رح صورك. ورجعت بالليل كويت، كان عندي شوية كوي وأكيد كاسة متة مع شوية بزر، وهيك خلص نهاري.